فيديو متنوع فيه وصفة فيه تدبيرة فيه خرجة ديتكم معايا وشريت حاجة وشحال وهي في خاطري اليوم شريتها جربتها معاكم ويا درا صدقت لي ولا ندمت عليها. خليكم معايا نهاية الفيديو حبوباتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم حبوبات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في صحة جيدة. طولت عليكم من لا غالب ضغط الاختبارات. الحمد لله على التلاميذ اللي خلصوا اختباراتهم والعقوبة لأصحاب الشهادات. باكو بيام ربي يوفقهم ان شاء الله وينجحهم. قولوا معايا امين في التعليقات. فيديو اليوم بديت معاكم بهذيك القهوة كيما شفتوني، وهنا مباشرة دخلت حبيت نغسل هاد لي كوفرتور هادو. كاين بنات سقسوني في التعليقات على كيفاش نغسلوهم وكيفاش نغسلو لا كوفرتور في هاد لا ماشين هادي بغاند تاع 10 كيلو ونص. انا بالنسبه لي كوفرتور شوفوا على حساب القيس تاعك تاع لا ماشين من داخل. درك باغ اكزومبل هذا الموديل هذا انا يدخلوا لي فيها زوج. شوفوا ليسونسيال كي ديري هكا الحركه هذه بيدك لداخل شوفي تلقاي لي سباس بين القش اللي راكي حاطاتو وبين لا ماشين من داخل، معناها رايح يبقى. شوفوا درك نوري لكم في لا فيديو. شوفوا هذاك لي سباس اللي راه باقي لي، راني نقدر نحرك يدي عادي فوق هادوك لي كوفرتور تاعي هنايا، معناها لا ماشين رايحه تقدر تغسل لي هذيك لا كوفرتور ولا لي زوج اللي دخلتيهم عفوا ولا اي حاجه. نجي هنايا نحط الصابون السائل اللي بزاف منكم جربوه وعجبهم والحمد لله وشكروني على النتيجه، ونقول لهم شكرا حبيباتي للشهاده تاعكم اللي خليتوها لي في التعليقات. بالنسبة للفراش أنا ولا هكا لي كوفرتور نحب نحط مقدار تاع بوشونة هكا تاع لو جافيل باش هكا نحس بالنقاء في هداك الفراش ولا هذيك لا كوفرتور اللي نكون غسلتها. بعد ما غسلت لي كوفرتور تاعي رحت هنايا عندي حوايج بيوضة كيما راكم تشوفوا. بالنسبة للبنات اللي ما شافوش معايا لا فيديو تاع صابون السائل اللي كنت خدمته، نتمنى انكم تروحوا تشوفوه وتجربوه، بزاف راح تعجبكم النتيجه تاعو. هنا جيتكم بتدبيره بالنسبه لي غوب هادو ولا الحوايج اللي يكونوا فيهم هادوك العقاقاش وهادوك لي بارل. ديروا وجه كيما هكا تاع مخده خلوه سبيسيال باش تغسلوهم فيه. حطوه داخلو كيما شتوني وفرموا عليه بلا فرميتور ودخلوه يتغسل. رايحين تتحصلوا على نقاء اللي راكم حابينه بلا ما يفسدوا لكم هذوك الحوايج ولا بلا ما يطيروا لهم هذوك لي باغ اللي يكونوا فيهم. والنتيجه كيما راكم تشوفوها معايا. شوفوا لي نتيجه هايله. وهنا يا خياتي كنت خرجت لأحسن مكان تخرج له أي امرأة وهو حوانت تاع الماعن. نقطة ضعف أي امرأة، بزاف حوايج هايلين وتهودي روحك كل يوم تشري حاجة جديدة وسيرفيس جديد. بصح أكيد لا حنا ما نشروش أي حاجة باسكو عجبتنا وخلاص. لازم نشرو الحاجة اللي رانا فريمون محتاجينها وتكون ما عندناش هكا باش الدار ما توليش مرونة وما توليش اي حاجة فيها ومنين تجي تنظفي ولا تستفي ولا تحصلي معشقة. وتاني من اجل الاقتصاد والتوفير راكم تشوفوا الاغلال اللي عدنا فيه الله المستعان وخلاص. انا كما قلت لكم هنا كانوا خاصين حوايج في المطبخ تاعي خرجت على جالهم. وتاني قلت لكم شريت حاجه دوك نروحوا للدار نوريها لكم ونعطيكم رايي فيها ونجربوها كيف كيف. وهذه هي الحاجه اللي هدرت لكم عليها. هذا الطاجين هذا نتاع الكسره شحال هو في خاطري وكنت خايفه منه صراحه الى طيب لي فريمون فوق لا كويزينيير ويعطيني نتيجه مليحه. هذا الطاجين كما راكم تشوفوا صنع ايطالي
تجي فيه طبقة هادي كيما راكم تشوفوا هكا باش تساعد على أنو كل الأطراف تاع الحاجة اللي طيبوا فيها تكون مطيبة بنفس المستوى. درك نشوفوا مع بعضنا كي نجربوا فيه وصفة بزاف هايلة، وصفة الكسرة فطير ولا كسرة رخسايس كل واحد كيفاه يقولها. كسرة اكسبريس رايحين تحصلوا عليها في اقصر وقت ممكن. اول حاجه جيت هنا نغسل هاد الطاجين تاعي، حطيت له شويه تاع بينغو سائل تاع الاواني وشللته بالماء، وما تغسلوا حتى بحاجه، ما لازم تستعملوا حتى اداه في الغسل تاعو، مجرد انكم تشلوه فقط بهداك سائل الاواني ومن بعد تشلوه بالماء. مسحته كما راكم تشوفوا، من بعد حطيت عليه شويه تاع الزيت، زيت عادي هكا مكتوب في الورقة أصلا اللي تلقاوها فيه. وهنا راني نقص في الكمية نتاع الزيت بالبابية هذاك تاع المطبخ. وجيت هنايا نشارك معكم وصفة الكسرة، قلت لكم وصفة اكسبريس ما تاخدش منك بزاف الوقت وبأقل جهد ممكن. للوصفة تاعنا نحتاجو 5 كؤوس نتاع سميد، نص كاس نتاع الزيت، الملح عينك ميزانك، ديري مغرف تاع خميرة تاع الكسرة، مغرف تاع السكر هكا باش نتحصلوا على الاحمرار هذاك اللي نحبوه كامل. نحتاجو عفوا كيس تاع خميرة نتاع الحلويات هنايا، باسكو قلت لكم هذه كسرة اكسبريس رايحه نخدمها تعليه ليه ما نخليهاش ترطب. سينو نتوما الا كان عندكم الوقت تقدروا تستغناو على الخميره نتاع الكاطو. اهم مرحله في هاد الكسره هذه هي انكم تغطوا كامل الحبيبات نتاع السميد بهذاك الزيت. شوفوا كيفاه راني نحك فيه بين يديا حتى تتغلف كامل الحبات نتاع السميد بهذاك الزيت. هذه هي اهم مرحله في الكسره تاعنا تاع نهار اليوم. ونجي هنايا اكيد نزيد الماء دافي عادي حتى نتحصل على عجينه تكون سهله للعجن. وكي نقول العجن هنا ماشي معناها راني نعجن فيها، مجرد اني نقطع فيها كيما راكم تشوفوا. ما تحتاجي لا بيتخان لا والو، ما يكونش عندك البيتخان حطيها هنايا قطعيها شويه بيدك، والا كان عندك البيتخان اكيد وما تحبيش تقلقي روحك حطيها فيه، ديري هداك الكا تاعك وخليها تتقطع مده تاع دقيقه وتقدري طيبيها عادي. انا هنا قطعتها شويه فقط هكا فوق لو بلان دو طرافاي، ما استعملتش ميم با البيتخان. وجيت هنايا قسمتها عطاتني 3 خبيزات يكونوا متوسطين. كيما سبق قلت لكم البنات هذا الطاجين صنع ايطالي، وكما على بالكم الدوله راهي مانعه لامبورطاسيون، معناها اي حاجه تاع الخارج اكيد رايحه تزيد في السعر. عليها شريته قبل ما يزيدولو في الاسعار. هنا الطاجين تاعي اكيد كان راه يسخن هنايا على نار متوسطه. اصلا لا كويزينيير تسمى هذا الكانون هذا تاعها اللي في النص راهو متوسط. طرحت الكسره تاعي وجيت حطيتها فيه. واش نقولكم يا البنات جات كسره بزاف هايله، مانيش نادمه كامل اني شريته وندمت اني ما شريتوش من قبل. شتو دركا مع الصيف وكامل كيما ولفين نخبزو في طابونه وفي طاجين عادي، يا خا واحد ما يقدر يقعد في هذيك الكوزينه ولا في هذيك الدار كامل تولي سخونه. عكس هذا النهار اللي كنت خبزت فيه كانت سخانه برا، مي هكا وما دارتليش سخانه في الدار كيما كيعود الطاجين عادي تاعنا تاع الطين ونحطوه فوق الطابونه. وجاتني كسرة هايلة وباش نقولكم وشوفوا رايحة تحمر لكم كامل بنفس الدرجة. لهنا نقولكم اللي حابة تشريه وقادرة تشريه نقولها بصحتك مسبقا وما رايحاش تندمي عليه. بالنسبة للسعر لقيته 500 ألف وخلاه لي 450 ألف. عذرا على صوتي كان ضعيف، هنا بنتي كانت رقدت وانا كنت ندير في الاوديو بحداها. واخيرا اللي وصلت معايا هنايا تثبت لي حضورها في التعليقات وتخلي لي جيم، تخلي لي تعليق شباب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ما تبخلوش على اختكم باللي جيم. سلام.